في 2050 يعني سيكون مثلا عدد المسلمين في فرنسا أكثر من الفرنسيين، ولكن نحن يعني خلينا نقول لا نعول على أن مثل هذه الأرقام هي التي ستحول هذا البلد إلى بلد إسلامي. الذي نعول عليه بأنه لابد أن يكون هناك دولة للمسلمين، هذه الدولة تحمل الإسلام هداية ونور بالجهاد في سبيل الله عز وجل، تحمل هذه الرسالة وهذه الرحمة إلى الناس. وبالتالي عندما يرى الناس عدل الإسلام ونور الإسلام وهدى الإسلام ورحمة الإسلام فيدخلون في دين الله عز وجل أفواجا من خلال دولة تحمل الإسلام عن طريق الجهاد في سبيل الله عز وجل. منذ فترة قريبة وليست بالبعيدة ننظر بأن المسلمين فتحوا قبل 400 سنة فقط في ظل الدولة العثمانية، فتحوا بولندا، النمسا، وأصبحت على أسوار فيينا دولة الإسلام عاصمة النمسا، ورفع فيها الأذان. ودول الاتحاد السوفيتي كانت جميعها تحت ظل الدولة الإسلامية، بلاد القوقاز وما وراءها، حتى سنة 1644 كان المغول المسلمون يحكمون الصين. في سنة 1526 فتح المسلمون المجر. في 1586 كانت الهند تحكم بالإسلام. إذن يعني هذا بدلل على إيه؟ على أن هذه الأحداث تنبئ أنه بمقدور أمة الإسلام أن تعود كما كانت، وأن يعني تنشر دين الإسلام بإذن الله عز وجل. فإذن القضية بأنه سينشر سلطان الإسلام على العالم كله بإحدى ثلاث: الإسلام أو الجزية أو نستعين بالله عز وجل ونقاتلهم حتى يخضع العالم جميعا لسلطان الإسلام.